النهاردة وصفتنا نوع جميل جدا من الحلويات، شكلها مميز جدا وطعمها روعة، وهتشرفك قدام ضيوفك. اساور الجلاش، وهتعمليها زي الجاهز بالظبط. يلا نشوف هنعملها مع بعض ازاي. ازيكم عاملين ايه؟ اول حاجة نبدأ بسم الله. اول حاجة ببتدي بيها الشيرة، لاني عايزة الشيرة باردة، لان الجلاش بيكون سخن والشيرة لازم تكون باردة، فلازم اجهزها الاول عشان تلحق تبرد. معايا 3 كوبايات سكر، عليهم كوبايتين مية، بقلبهم كويس جدا على البارد من غير نار لغاية لما السكر يدوب خالص، وبعد كده بحطهم على النار. ومش بقلبهم على النار خالص، اول ما بيغلوا بنزل بليمونة. الجلاش بيحتاج شيرة تقيلة، يعني قوام العسل الابيض. طبعا بهدي النار. ودلوقتي هعمل الحشوة بتاعة الجلاش. كوباية جوز هند، كوباية سوداني مفروم ناعم، كوباية زبيب، فنجان صغير شيرة، معلقة قرفة كبيرة. بنقلب المكونات كلها مع بعض، وبعد كده بننزل بالشيرة عشان الشيرة دي هتخلي المكسرات ما تقعش من الجلاش. عايزة الحشو هنا تتشرب من الشيرة، مش مهم الشيرة كلها، نص فنجان حسب ما اشوف قدامي يعني ان هي تتشرب بيها. استخدم في التزيين كمان المكسرات الصحيحة، اللوز والفستق، بضيف لهم برضو شيرة واستخدمهم نوع تاني للحشو. بعد كده ابتدي اجهز الجلاش. معايا لفة جلاش حوالي 500 جرام، لازم يكون طبعا طازة جدا ومش مقطع. بقسم لفة الجلاش جزئين متساويين بالظبط. باخد الجلاش كله بشيله، واخد ورقتين هشتغل فيهم. لازم احط الجلاش في فوطة نضيفة واغطيه كويس عشان ما ينشفش، لان الجلاش لو نشف مش هعرف اشتغل بيه، هتبوظ معايا الوصفة. هنا هلف الجلاش بتاعي بطريقة سهلة جدا وهتعجبكم جدا. معايا كوباية سمنة على زبدة، وهحتاج هنا هكون مجهزة عصاية خشب زي ما انتم شايفين كده، او مسن او معلقة خشب او عصيان شيش طاووق عشان الف بيها الجلاش. بفرد الورقة كويس وادهنها بالفرشة دهنة متوسطة، عشان لو دهنتها كتير الورقة هتطرى معايا وهتتقطع. وبحاول الفها لفة ما تكونش محكمة، تكون مهوية. ولازم في الاخر اسيب حوالي سنتي، علشان السنتي ده هيبقى قاعدة للجلاشة هحط عليه الحشو. طريقتها سهلة جدا والله، هتعجبكم جدا جدا، وهتطلع الاشكال متساوية وشكلها زي الجاهز. هنعمل كذا واحدة مع بعض عشان تشوفوها. ابتدي الف الورقة اهي، واخليها ايديا مريحة خالص وانا بلفها علشان ما اعرف اطلع العصاية منها. وبعد كده بحاول اسيب السنتي اللي قلتلكوا عليه عشان دي هتبقى قاعدة. ابتدي اكشكشها واطلع العصاية والفها كويس دوران. احطها في الصاج، لازم احطها في الصاج يكون الجلاش لازق في بعضه. لازم الجنب المفتوح يتلزق في الجلاشة التانية او في الصاج علشان تاخد شكل الاسورة. لو سبتها كده من غير ما الزقها هتتفرد، مش هتبقى شكلها حلو. سهلة جدا، مش هتبطلي تعمليها. كمان ممكن تستخدمي في الحشوة بتاعتها النوتيلا، بتبقى حلوة قوي قوي. كيلو بيديكي كمية كويسة. طبعا انت لو عايزة الاسورة اكبر من كده ممكن تخلي الورقة مجوز، يعني ممكن تقسمي الورقة 2 يبقوا ورقتين على بعض، ما تبقاش ورقة واحدة. والله الجلاش ده وجوده في البيت كنز، يعني ممكن تعملي منه الحادق والحلو. لازم يكون موجود عندك في الفريزر. اي وقت يجيلك ضيف، اي وقت تعرفي ان في ضيف جايلك وما عندكيش اي حاجه جاهزه، لفه الجلاش دي في ثواني ممكن تعملي منها. يعني لو خدتي ربعها وعملتيه بالطريقه دي هتضيعي طبق حلويات فاخر يعني عندك في البيت. بعمل واحده كمان، ابتدي اوزع الزبده عليها كلها، وبعد ما اوزع الزبده ابتدي الف. العصايه مريحه اهي معايا، لازم تسيبي السنتي ما تنسيهوش. وبعد كده بطلعها والفها زي ما انتوا شايفين كده. مش بدهن سمنه او زبده كتير، بس في الاخر بدهنها بالفرشه كلها وهي في الصاج، علشان لو في نقص سمنه برضو ما تبقاش ناشفه معايا. اهم حاجه كمان رصه الجلاش في الصاج لازم يكون كله لازق في بعضه، ما ينفعش اسيب فراغات زي ما قلت لكم عشان تاخد نفس الشكل الدوران. لازم ما يكونش فيه فراغات في الصاج. كده خلصت الكمية كلها. ممكن ازوقها بعد ما تطلع من الفرن، وممكن ازوقها قبل ما ادخلها الفرن. انا هبتدي احط الحشوة قبل ما ادخلها الفرن. الفرن معايا على درجة حرارة 180. هنا استخدمت في الحشو المكسرات الصحيحة، ابتديت احط لها الشيرة عشان الحشوة تبقى متماسكة. والسوا بتاعه لازم اتاكد ان القاعده بتاعته بقت ذهبي، ومش عايزه لونه يغمق، انا عايزه ذهبي فاتح. استخدمت سمنه قليله وانا بلف الورقه، لكن طبعا محتاجين ان احنا نعيد عليه كله بالفرشه بالسمنه، عشان الجلاش بيحتاج سمنه برضو عشان يبقى طري. وده شكل الجلاش بعد السوا. بصوا اللون جميل ازاي. هبتدي بقى اضيف لي الشيره. لازم هو سخن اضيف له الشيره، والشيره تكون حسب الرغبه. يعني لو عايز تكتري الكميه اللي احنا عاملينها دي مش هنحطها كلها طبعا، بس بتفيد معاكي لاي حاجه تانية يعني. قوام الشيرة معايا تقيل زي قوام العسل. عملنا اختبار بالمعلقة، خدنا حبة صغيرة ولما بردت بقت تلزق في الايد كده. ده القوام اللي احنا عايزينه. تبرد خالص بتبقى زي العسل. بصوا الجمال بقى، ايه رأيكم؟ وصفة روعة روعة. بصوا الجمال، بصوا شكل الجلاش عامل ازاي، كأنه جاهز بالظبط.
زي ما قلتلكوا اهم حاجة السوا، اللون من تحت يكون اللون الذهبي. الشكل زي الجاهز بالظبط. وصفة جميلة قوي قوي، جربيها معايا وقدمي لأسرتك وضيوفك أجمل أساور جلاش وبأقل التكاليف. لو عجبتكم الوصفة لايك وشير على الفيسبوك، ولو موجودين على اليوتيوب فعلوا الجرس وسبسكرايب للقناة عشان يوصل لكم كل جديد، ودايما منوريني في سفرة شرقي.